قليلين قوي الناس اللي بيستنوا انك تقفي اكتر من ربع ساعه عشانهم تطبخي. واكتر حاجه بستغربها جدا هي اني بشوف ناس عاملين عزايم طويله وعريضه عشان الناس ما بيحبوهمش اصلا، وتلاقي بقى الاكل واخد منكم مجهود قد كده، والعيله كلها صاحيه من صباحيه ربنا بتجري حوالين بعضها تنظيف وترويق وترتيب، وطبعا نص مرتب الشهر بيكون ضايع على سعر الحلويات والفاكهه. عايزين الناس تاكل وشنا ولا ايه؟ العزومات دي بقى بيكون فيها كل حاجه الا المحبه، بتكون مليانه حقد وكراهيه ونميمه وغيبه وتريقه وبرطمه، مش قادره احكي لكم، مش قادره اقول لكم. ويا ريت في الاخر الناس دي بتقول شكرا، ده بالعكس بعد ما بيمشوا ما بيبطلوش علينا كلام في ظهرنا، ما بيعجبهمش العجب من الاخر. طبعا كلنا عارفين العزايم دي بتكون لمين بالظبط، ناس نعرفهم من زمان، جيران، قرايب من بعيد، ويمكن قرايب من قريب كمان. وغالبا العزايم دي بتكون رد لعزايم تانية، والدايرة مفتوحة ما بتتقفلش، عشان طبعا اللي هيوقفها عنده هيتقال عليه قليل الذوق. العزومة اللي بتتعمل هنا لازم تترد هنا، والعزومة اللي بتتعمل هنا لازم تترد هنا. ايه عايزين الناس تاكل وشنا ولا ايه؟ وانتوا عملتوا العزايم دي قبل كده ولا لا؟ وناويين تبطلوها امتى؟